يا لهوي. يخرب بس فعلا يا ايمن، انا لما بصيت في لا، الصوره. بصي يا مريومه، ما ترديش انت. بصي يا مريومه، احنا قفلنا الموضوع. ها، وانتوا احرار في اللي انتوا بتعملوه، انتوا احرار. احنا نصحنا وقلنا اللي عندنا. بس وماجد انا اخونا ما برضو، ماجد سبناهاش. اخونا. انا مش هتكلم، بس احنا ما سبناهاش. هي بتقولك بتسبوني، احنا ما مين سبناهاش، دول اللي قول لها. سبوك؟ مين اللي هي سبوك؟ بتكتب اهو، انتوا مين اللي تسبوني من غير سبوك؟ سبب. مين اللي سبوكي؟ ثواني عيش، اكتبي كده مين اللي سبوكي. مين اللي سبوكي؟ مين دول؟ ماجد كوب امحش ام الصبيان تتشك. احنا مش هنعمل اللايف خاص ونرد احنا. انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه؟ هي تعرفك بقى متجوزه ولا مش متجوزه؟ بقول لك احنا في مشاكل، وما ما تجيش على سكتنا. شوف انت بتعملي ايه، وشوف دنيتك فيها ايه وقعدك فيها ايه. انت مالك؟ انت مالك؟ تقول له صليب ولا تقول له نجمة داوود؟ انت مالك؟ انت مالك؟ بقول لك اتكلي على الله. اتكلي على الله. اتكلي على الله. اتكلي على الله. يلا بره. انا ناقصيني. كملي يا عيشي، كملي، شوفي كنت بتقولي ايه. ومش هغلط فيك عشان ماجد برضه. بس لو زودتي هيبقى الكلام ابن متناك. انا عايزه بس ارد على لين كلمه، مش هزعق ولا حاجه، بس اقول لرين حاجه. ايوه يا لين، قلت مش متجوزه على حاجه، ان هي طلعت تربع اليوم في قلب البث. هي داخله تنكش بقى لينا. هي داخله تنكش. وانا دي ام خلاص. سر بدون اسم غربانه منور. عن شعورنا ليه بقى؟ كملي عيش، شوفي بتقولي ايه. منورين يا شباب. يا لين، انا لما قلت مش متجوزه، ايوه انا قلت مش متجوزه على اساس ان هي طول الليل في البث وبتضحك وبتهزر وطول النهار في البثوث، فانا مفكره ان هي مش متجوزه. ما لو متجوزه مش هنشوفها بالليل، فاهماني؟ عشان كده قلت مش متجوزه. ما احنا غلط، كل ما نقفل جين ام الموضوع تروح داخله. استنى. بتقول انا دعمتك، دعمتني بتسعة، رقم تسعة، بس مش جنبه صفر ولا 92، تسعة يعني خمسة دولار. بعد ما نزلت عرفت ان دول $5. $5 دعمتني انا ب10 دولار. عارف بقى مسلمه ولا مزوخيه ولا ايه، ما ما انا عارف عليك يا بقى. عم، بقول لك بتقول لي دعمتك مرتين. خليك انا في اللقطه اللي كتبتها تحت عشان ما صورشاني دلوقتي. عيش، انا دعمتك مرتين والحين تسيب. دعمتني ب10 دولار يا ايمن، مره تسعة ومره سوبر في شات الاخر. يعني؟ سوبر شات؟ ايه؟ اه. سوبر شات؟ ايوه. طب وايه يعني؟ دعمتني مرتين $10، مره $5 ايه ومره يعني؟ $5. لان انا ايه يعني سالت 10 حد. 10 دولار يعني؟ 10 ابعتهم لك. لا، ودعمتك 50. لا يا ايمن، حد الله ايمن، البثوث عندك موجوده، خش اتفرج. مريمه دعمت ايه؟ $50 على الطلاق يا ابني. $9، 9 مكتوب 9. اما سالت حد قال لي دي $5. فاهم حاجه؟ $5. بص يا مريم، صلى على النبي، ما تخليكيش منظرك وحش. لا،
لا استنى بقى يا ايمن، ودعمتك $50 مره قبل كده و$60 يعني. استنى، و$60 والله، و$60 50 $60 و$60. مش كانوا 50 فوق يا مريم؟ مره $50 ومره $10. لا ما دعمتش $500. بصي يا ايمن، انا سالت ايمن شو امبارح، قلت له انا عايز اعرف اجيب القايمه بتاعت الناس اللي دعموني ليه. انا شفت قبل كده سعيد متولي جايبها ومصورها ومنزلها بيسلم على الناس وبيحييهم، فاهم حاجه؟ فانا هجيب القايمه دي عشان اشوف مين دعمني بايه ومين مش. فسالت ايمن اخش ازاي، فانا هعرف النهارده وهحرجك بكره يا مريم. هحرجك بكره. انت قلت قدام ايمن $50، بس انا بكره على الطلاق لا شتماكي والحفله على شرفك. على شرفك. ما دام انت قلت 50 وفشخت نفسك، لا. اللي انت ما تعرفوهوش، في مكان بتخش فيه يا ايمن بيجي لك ايمن اداك جنيه، لين ادتك 2 جنيه، فاهم حاجه؟ مش عارف إيه ادتك 4 جنيه. هو انت يا مريومه عايزه تدخلي صاحبنا في مشكله، ولما نيجي ننصحه، لما نيجي ننصحه انت تزعلي؟ طب ما انت كنت مدخله قارو وقارو فاق وما رضيش يقف لك. دخلت مريم ماجد وغوطيه. هو قال مالكوش دعوه. احنا ملناش دعوه، ملناش فيه. احنا ملناش فيه. فانت هتقعدي والله هتتهبلي وتتجني. ولا يا ماما، ما حصلش الكلام ده. والقرآن الشريف يا أيمن، وحياة النعمة دي، وحياة النعمة دي كمان مرة، مريومة اللي دعمتهولي يا أيمن $10، لأن يوميها السيستم نزله ودخلت بصيت لقيت المبلغ اللي هي بعتته، مثلا كان معايا مثلا 45 دولار، ماشي يا أيمن؟ دخلت لقيتهم اه كام؟ $55. يعني معنى كده اللي هو اداك $10. فهمت انا عرفتها ازاي؟ يعني مكتوب 45، هي رمت لي تاني يوم بصيت لقيتهم كام؟ $55. يعني زاد كام؟ زاد كام؟ $10. قسما بالله يا ايمن مريومه ما رمت $50، قسما بجلاله الله. انا اصدق، والناس كانت موجوده. الناس كانت موجوده، هجيب السكرينه. انت هتتجني. ده اللي يومه رمالي $50. الله يسعده. مين اللي رمالي $50 يا ايمن؟ اسمه ايه ده اهو؟ قول معاه، سامي الفلسطيني. يعني انا عارفه شكل $50 يا ايمن، خمسه وجنبها صفر. خمسه وجنبها ايه؟ صفر، مش انت فاهم حاجه؟ كبرت دماغك بقى، كبرت لا، دماغك، اصل كبرت بتقول لك دماغك. مره دعمتك $50 ومره سيبك منها، سيبك 60$. منها، سيبك منها. بس لو زودت يا مريوم ازعلي مننا. اه والله. انا لغايه دلوقتي مقدر ماجد، من الاخر يعني. لغايه دلوقتي يا ماجد انا مقدر، بس هي غلط فينا منها. مش هحلها. خليها تبعد عني، خليها تبعد عننا. ليه يا مريومه؟ مش اول ما دخلت قلت 50؟ لما قلت لك هطلع قلت لي ومره تانية $10. يا مريم، 50 مين يا مريم؟ صلى على النبي. اشمعنى دلوقتي قلت $10 بعد ما انا قلت له وحسبتهم له قلت له 10؟ لما قلت لك هطلع السكرينه عليا الطلاق لا مطلعاها. وغلاوتك عندي بعد ما انزل اخلي ايمن بشو بقى يعلمني ازاي اخش اجيبها عشان احرق دمك، احط لك على المنتدى. احط لك، بس بص بكره اروق عليك. ليه يا حبيبتي؟ صاحبنا، صاحبنا ما ننصحوش ليه يا مريم؟ حرام عليكي، ده غلبان. غلبان والقرآن. صاحبنا يا بنت اخونا. ده اخونا. اخونا. هو قال لي مالكيش دعوة براحته، بس ده اخويا. من حق ولا ايه يا ايمن؟ مش من حق انصحه؟ مش ده اخويا اه ولا هو يكون خلاص ده؟ بقى، خد النصيحه، خد ما خدش خلاص. انا ما قلتش حاجة يا مريم، انا بقول له انت هتتجوز مريم بس. فين ثبتك؟ ولا قلت فيكي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طب يا مريم، ما بسببك انتي، بسببك انتي خليتهم يشتموا ام احمد، وانا دخلت شتمتهم. وشتموا قطه وانا دخلت شتمتهم. قلنا لك حاجه؟ ما قلنا لكيش حاجه. نوف ده، مع ان نوف مش ذنبه بقى. النسوان اللي عنده هي اللي عماله تكتب. يقولوا عنده مره عجوزه كبيره اسمها ام احمد ماسكه الشات وعماله تعمل كذا كذا بنت كذا كذا كذا، واللي اسمها قطه بتاعت كذا كذا كذا. دخلت شتمتهم. طب ما انت جبت الشتيمه لاخواتي يا مريم. بس الناس التانية على حق، لان احنا ما نعرفهمش. عشان كده انا قلت لاخواتي ما حدش عاد يعلق ولا يشتم ولا يغلط، عشان احنا ما نعرفهمش. يعني انت جبت الغلط لاخواتي كلهم. انت جبت الغلط لاخواتي كلهم يا مريم. ما تقولي، انا بتكلم بهدوء اهو يا ايمن.
ايمن بتكلم بهدوء والله. لا انت اختي يا ام احمد، وقطه اختي. قالوا ده ام احمد دي عجوزه. يا ايمن قالوا هناك ام احمد ديت مرة عجوزه ماسكه. ام احمد قالوا عليك عجوز. ام احمد دي مره كبيره. ام احمد بتضحك. والله ام ما احمد تقول لك عجوز. لا والنبي انت خلاص سكر. خلاص. انت مش سكر يا ام احمد، خدي بوس. عشان ام احمد تبقى سنها كبيره. ده ام ممكن احمد يبقى عندها 22 23 سنه عادي يعني. والله. خدي بوسه يا ام احمد، خدي بوسه كمان. خدي بوسه يا لين. مريم العنود خدي بوسه. خد بوسه يا ايمن. خد يا رفاعي. لا يا ايمن مش انا قلت لك ان هم اتشتموا وانا دخلت شتم؟ بس الناس اللي هناك على حق يا ايمن، فاهم حاجه؟ على حق. والراجل اللي هناك بيتكلم باحترام قوي، اللي اسمه نوف دوت، اللي انا الشعله ببعت لك القناه بتاعته، بيتكلم بشياكه واناقه وعمال يقول لي قار يا ريت تاسلم، يا ريت تاسلم واحنا نقف جنبك باي حاجه. فاهم حاجه؟ يعني راجل ذو مقام. فاهم انت ايوه قصدي ولا مش فاهم؟ يا ريت تاسلم واحنا نقف معاك باي حاجه واللي انت عايزه ونساعده. وطلعوا عنده يا ايمن ناس مصريين بيقروا قران، بتوع قران محترمين، عندهم قنوات احترام، محترمين جدا جدا، انا ما اعرفش حريم. حد والله. في الليله اللي دايره الثانيه دي ما اعرفش حد فيهم لا خالص انا والله. شفت امبارح، انا شفت امبارح والله يا ايمن ناس حريم طلعوا فوق بالقران ويقولوا عيب. هي عماله تخليه يشخ علينا، مش قلت ماليش فيه، بس انا دخلت شتمت الناس وقلت عيب ما حدش يجيب سيره ام احمد العجوزه هنا. ام احمد دي عجوزه مركبه طقم اسنان وجوزها مطلقها ونكشه شعرها قاعده ماسكه التليفون. يا ام احمد يا عجوزه. ورفاعي وقلت لهم رفاعي دوت بيحب ياكل التورته حنين يا رفاعي امبارح قعدت تحب فيك. ورفاعي الاسيوطي ده اصيل، ورفاعي الاسيوطي ده اجدع خلق هو الله. بقى ابن عباس. ربنا يبارك في رفاعي، الله يسعدك يا رفاعي. حنين بصراحة بصراحة بتحبك يا رفاعي، بجد بجد بجد. وهي أخت يا لو على قالته عليك امبارح بصراحة، الله يخليها ويسترها ويكفيها شر المرض ويخليها شكرت فيك بصراحة بصراحة. يعني بص قلبي حنين، قلبك فعلا. وقعدت تقول رفاعي ده الاصل والرجوله والمجدعه. شغلت لك اغنيه يا ابو الرجوله والكرامه والهوى. طبعا طبعا انت فاهم يعني. خلي بالك عشان مساء الخير يا حنين، انا بقول لرفاعي ان انت بتشكري فيها اهو، بعرفه. عشقي مالكيش دعوه. شكرت فيك اللي بقى براحته كان بتاع مصلحته. وفي الاغنيه ايمن بيقول ايه؟ كان جاي لنا حافي. اني اول ما الاغنيه قالت جاي لنا حافي سكت الميه. بقول لها يا حنين هو رفاعي كان جاي حافي؟ بتقول له اغنيه مين هيك يا رفاعي يا اسيوطي اللي باعنا براحته بتاع مصلحته. انت يا رفاعي يا اسيوطي ما شوفكش هنا، خليتك تشتم عزه وتعمل اللي انت عايزه وتختفي. انا هشيل منك المفتاح. يا لهوي. الاغنيه دي يا ايمن بتقول كان جاي لنا حافي. اول ما قالت حافي وانا شخيت الميه على روحي. تعالى شتمتني يعني براحتها. لا زعلانه منك، هي زعلانه اول لا بس بهزار، هي بتقولها بايه؟ بعشم، بهزار، بضحك. فهمت حاجه؟ مش شتمتك لا، هي شغلت لك اغنيه اللي بعنا براحته. تقول لك ماشي يا رفاعي ماشي، يعني انت خدت غرضك ومشيت يا رفاعي؟ يعني انت يا رفاعي مش واحنا لا قعدنا لا نضحك عليك، احنا حنين قعدنا جدع، نضحك وانا ضحكت عليك حنين جدع والله. بصراحه. وقعدت اقول لها ايوه رفاعي خد اللوكشه والجاتو والتورته يا حنين وعنده لحمه وفراخ وأكل. خد حلقة المحشي والفرخة
ايوه انا قلت لها لا هنخليها تنفخي. لا انا حبيبتها بطلع اقعد جنبها. هي نادتني وقالت لي يا عيش انت مش عايزه تخش هنا يا عيش. ماشي يا عيش خلاص انا عرفتك كده يا عيش انت خايفه. قلت لها لا انا اهو انا اهو يا حنين اخاف من مين يا اختي. قالت ورفاعي الكلام ده كان اول امبارح غير امبارح كان اول امبارح. قلت لها انا اهو يا حبيبتي انا اهو ده انت حبيبتي. قالت ورفاعي رفاعي ده مني. ماشي يا رفاعي. امبارح بقى راحت قالت مني الاغنيه دي اهداء لرفاعي الاسيوطي اللي بعد براحته وشغلت الاغنيه. والله يا بنتي ما بغيرش حد الحمد لله، بغيرش على الوحش بس. طب ما ايمن ساعات انا ساعات معظم الاوقات عنده شغل ولا حاجه فعشان كده ما لا والله عندي شغل والله. وقالت وبعدين وتقول سرقت المفتاح يا رفاعي ومشيت. توقيت طلعت حنين غير توقيتنا احنا، حنين بتبقى فاتحه الصبح فاهمني. سرق المفتاح. المزروع اتناب 6 شهور عشان المفتاح. اه اديك النهار القناه بتاعتها كانت بايظه مش عارفه تدي مفتاح وبتقول ايه يا ريت يا ريت اعرف اديهولك يا ريت هو فين مش لاقياه يا ريت اعرف كان رفاعي موجود فوق يا ريت يا ريت اديهولك. وانا اقول رجع المفتاح يا مزروعي. سرق المفتاح. رفاعي رفاعي الاخر سرق رفاعي فين ده رفاعي سرق المفتاح بتاعك رخر يا ايمن ونزل من غير ما يستأذن. خد يا رفاعي هنعمل عليك حفله. سيب رفاعي وخلينا في العجوزه اللي اسنانها واقعه. ماما فريده منوره الدنيا كلها يا نور عين قلب اختك منوره الدنيا. ماما فريده انت كنت معانا لما الاغنيه اشتغلت. اللي باعنا براحته كان بتاع مصلحته. اهداء لرفاعي الاسيوطي اللي باعنا براحته كان بتاع منوره ماما فريده. منوره ماما فريده. اللي سنانها واقعه منك يعني. بقول لك ده طلعت ام احمد سنانها واقعه يالا ودماغها وشعرها منكوش وماسكه التليفون هما بيخمنوا ولا ايه؟ طلعت عجوز عشان اسمها ام احمد. خلاص خليكي بصي ام قولين حلو. ام قولين هيعرفوا ان انت شابه صغيره. اما لو كتبت ام ايمن البطل هيقول لك النيجيري النيجيري النيجيري. يا لهوي انا قلبي ايمن انا بخاف من الضحك. بخاف من الضحك جدا. انا ضحكت عندك كتير امبارح وقفلت اتغميت وانت كنت نايم ارن عليك نايم وسبتني في الغم. انا مش عايز اضحك تاني والله ما عايز اضحك. لا ربنا يجزيك ربنا يجزيك. يعني يا ايمن تتخيل ام احمد دي مثلا عندها 70 سنه واسنانها واقعه. افتح لرفاعي بس الناس عشان كتبت ام احمد ولا ام حسين تبقى اسنانها واقعه. مستنيه حنونه تفتح ان شاء الله هتفتح. لا ده قعدة حنين جميله 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 جميله. افتح لرفاعي بقول جميله وبالذات لما يا رفاعي يا اسيوطي. انا يا رفاعي يا اسيوطي انت كده ما تجيش عندي. انا يا رفاعي تختفي ماشي يا رفاعي. وانا ودماغ بصراحه قعدنا بص واحنا قعدنا نقول ايه بصراحه يا ايمن ده رفاعي ده طيب ده غلبان ده تلاقيه تعبان بس شويه وعنده سخونيه ومعلش يا حنين انا ودماغ قعدنا نطيب والنبي ده رفاعي طيب وغلبان. احنا ده احنا بقينا نقول رفاعي ده ابن الشياطين واكل التورته. انا بقيت اسخنها اقول له ايوه